إذا جربتوا هالطريقة بصينية السمك رح تعشها قوة. خلونا نبلش. رح نبلش بالتتبيلة. رح نزل كوب ونص من المي، تقريبا كوب من الزيت، كوب إلا شوي زيت زيتون. طبعا السمك كتير بحب زيت الزيتون وأنا كمان. معلقة كبيرة معرمة من الثوم المهروس. هي الأكلة أساسها دبس البندورة، فرح أحط 3 معالق كبار من دبس البندورة. معلقة كبيرة يعني معلقة طعام. وهيك من دبس الفليفلي، إذا بتحبوا الحلو استخدموا حلو، أو إذا بتحبوا الحاد استخدموا الحاد. هي طيبة حد أكتر. عصير ليمونتين. هلا المكون الأساسي بهي الأكلة هو الزعتر البري اليابس. رح ننزل معلقة طعام. آخر شيء بنملح وبنخلط كتير منيح. هون قطعة بطاطا وفليفلي رح نزلهم على صينية الفخار. هلا رح بلش نزل قطع السمك. طبعا السمك أنا مشرحته هيك. اكتبوا لي شو نوع السمك اللي أنا مستخدمته وأنتوا شو أكتر نوع سمك بتفضلوه. وهلا رح نزل شرائح ليمون. طبعا انتبهوا الليمون ما يكون قشره الأبيض مرة، أنا ليمونتي معنا مرة. يفضل تشيلوا القشر الأبيض كله، بس اللي مقطع قطعتين هيك بقشرة، وراسته مقطع لقطعتين. آخر شيء قرن الفليفلي. حسيت المي شوي قليلة ما رح تسويها، فرح ضيف لسه نص كباية. طبعا السمك مغسول كتير منيح بملح وليمون ومنقوع بملح ليلة كاملة. الله على الروائح، الله. وهلا بنحطها على النار، واول ما تغلي بنضاعف ريحتها وبنغطيها وبنقلها روحي. المنظر والصوت يا الهي. طبعا اكلتنا هي بتنطبخ على الغاز مو بالفرن. يا جماعة نصيحة تجربوها، من اطيب طرق طبخ السمك. ريحة الزعتر البري خرافية، السمك فارط بهي بذوبان. بطاطا عالم تاني. جماعة ملاحظة هاي الصينية بتكون هيك مقعرة، لهيك ببين الزيت كتير، مو مثل الصواني اللي بتكون هيك مسطحة. وهدول الميات والزيتات لنغمس فيهم. والبصلة هي لحالها قصة. وهيك بيكون فيديو اليوم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم. آخر شيء تغميسة، مو بحاجة ليمون أبدا لأنه كتير حامضة وبيتشهي. يلا بحبكم كتير، باي.